السلام. واشي لاباس؟ واشكو في رمضان؟ صحة فطوركم وصحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير. شوف انا جيت باش نعمل الزيتون. ياسر ناس تخليه كيما هكا بالماء تاعه الزيتون في المعون تاعه ما يجيش مليح، والزيتون الأكحل على بالكم تخلوه كيما هكاكا، وفيه واحد الزي الأكحل هذا مش مليح. تو تشوفوا انا واش نعمل، الفكره اللي نعمل لكم تجيكم سهله ومليحه وما يفسدش الزيتون حتى بالشهرين بثلاثه تخلوه. والزيتون حنا مش كان في رمضان نستعملوا فيه زيتون، على بالكم ديما نستعملوا فيه في اي وقت، حتى في الافطار نستعملوه الزيتون، مش غير في رمضان، بالعكس في الافطار احتمال نستعملوه اكثر. ديما ماذا بينا في الكونجيلاتير تاعنا يعود واجد ونستحقوا نلقوه، يا هذا يا هذا، يا الأكحل يا الاخضر، كيف كيف. شوف احنا في المعين هكا حطيناه، هذا في المعون هذا وهذا في المعون هذا، كاش نصبوا لهم الماء كاش نغسلوه مليح. شو نصبوا له الماء نغسلوه مليح. شوف الماء الأكحل تاعه هذا كيفاش، هذا الماء الأكحل هذا نغسلوه مليح ونصفوه ونشفوه باش الماء الأكحل هذا ما يبقاش في الزيتون. والاخضر هذا ماذا بينا نحوه من الماء تاعه. شوفت انا تو نغسله مليح ونوريه لكم كاش نعملوه. شوف غسلته وشوف كاش صفيته، شوف كاش عملته. لازم نصفوه مليح من الماء تاعه هذاك، وبعدين واش نعملوا له، نحطوه في المنديل، نحطوه في صفيته. لازمنا نشفوه مليح كيما هكا، نحطوه هكا نشفوه مليح. شوف انا كاش غسلته مليح كاش صفيته، نحينا له الكحوليه تاعه، وهذا صفيناه من الماء تاعه. شوفتوا كاش نعمل لهم باش تتحصلوا على حاجه مليحه وما تفسدلكمش. شوفتوا نحطه هنا في المنديل، نحطه في السلفيته. شوف النشفه على الاخر ما نخلي فيه حتى شيء. شوف نشفه مليح 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 من الماء، نخليش فيه الماء، وبعدين نرجعه للتاع. وهذا كيف كيف. نشفه مليح والكميه اللي تحبوها، مش كيما كميه قليله، لا، الكميه اللي تحبوها تعملوها. عاودوا نرجعوه كيما هكا للتاع. نحطوه نرجعوه كيما هكا. نحطوا لهم هكا شويه الزيت. شوف نحطوا لهم هكا شويه الزيت، لازمهم نعملوا لهم شويه الزيت. شوف نغسلوهم مليح ونصفوهم ونحطوهم في المنديل نشفوهم ونحطوا لهم شويه الزيت، وبعدين نخبوهم. شوف كما تحبوا انتم، تحبوا
تحبوا تخبوها كيما هكا، تخبوا في حاجه كيما هكا، تحبوا كيما هكا قرعه كيما هكا تخبوا فيها، تحبوا كيما هذه، كيما تحبوا انتم اللي عندكم خبوا فيها. شوف تحطوه كيما تقفلوا عليه وتحطوه في الكونجيلاتور. على بالكم بالشهرين بثلاثة ما يفسدش خلاص. وعلى بالكم الزيتون نستحقوه في اي وقت، مش غير في رمضان، نظن في الافطار اكثر احنا نستحقوه ذات. كيما هكايا ما يفسدش، وين تستحقي زيتون تلقي عندك، مش روح وهاتو، تلقيه في الدار تاعك في كوزينتك. شوف كاش عملت زيتون، ان شاء الله تعملوا تعجبكم الفكرة، فكرة مليحة. ولكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم، وكل عام وانتم بخير. فيديو اخر ان شاء الله.